اهلا بيكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد حلو النهارده جدا، يستحق التجربه. عندي بصل كتير، قطعت بصل كتير جوانح، وهحط عليه معلقتين زيت وعلى معلقتين سمنه، وهشوحهم كويس جدا لحد لما لونهم يبقى زي لون بتاع الكشري كده، وحطيت عليها معلقه توم. وبعد كده هبدأ احط الفراخ بتاعتي نية، هبدأ احطها واديها صدمة، يعني لون لازم تلون معايا. هفضل معاها كده لحد لما تاخد لون. واهم حاجة انك انت ما تحرقيش البصل علشان ما يمررش الوصفة بتاعتنا. ولو انت اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، تختاروا الكل علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم. هحط بقى ورق لورا وحبهان زي ما انت عايزة، ومكعب من المرقة، ومعايا بهارات كركم وبابريكا وقرفة وفلفل اسود وكزبرة وتوم بودرة وبصل بودرة، ودي بهارات كبسة. واحط عليها معلقتين من الصلصة. تمام. انا يعني بجد التجربة دي حلوة جدا جدا، مش هتبطلي تعمليها، وكلها في حلة واحدة. حطيت عليها بقى ميه مغليه، اغطي وش الفراخ كده لحد لما الفراخ تستوي. انا الفراخ بتاعتي استوت حوالي نص ساعه كده، هسواها سوا كامل، وهنزل عليها بالرز البسمتي، طبعا الكميه اللي انت تحبيها، واحط قرنين من الفلفل. وهو ده بقى شكلها حلوه جدا يا جماعه، جربوها. في حله واحده وطعمها حلو، وعملت جنبها سلطه الدقوس. هبقى انزلها لكم في فيديو كده. الفيديو خلص، مع السلامه، اشوفكم في فيديو